اهلا بيكم ورمضان كريم عليكم ان شاء الله. وفي الفيديو ده انا هتكلم عن اول 3 حلقات من مسلسل العتاولة ورأيي فيهم، وكمان اول 4 حلقات من مسلسل اشغال شقة. يلا بينا نبدأ مناقشتنا النهارده بمسلسل العتاولة. وخلينا ندخل في الموضوع على طول وابرز اول نقطة ايجابية شفتها وسمعتها في المسلسل ده، واللي هي تتر البداية. موسيقى جميلة جدا لساري هاني، وتم توظيفها كتير جوه الحلقات لانها التيمة الرئيسية للمسلسل. وبصراحة هي مقطوعة جميلة جدا، وزودت كتير من جمال المسلسل اللي في اول 3 حلقات له. انا شايف له كذا نقطة ايجابية، وخلينا نمشي في المناقشة دي زي ما المسلسل حب يعرض نفسه. فبدأ بتعريف ابطاله: احمد السقا في دور نصار، وطارق لطفي في دور خضر، وامهم سترة. 2 اخوات شغلتهم السرقة والبلطجة، ولهم اسم مشهورون بيه واللي هو العتاولة. بيتم تكليفهم من حد اسمه الدخاخني، واللي قام بدوره محمد نجاتي. بيكلف العتاولة بسرقة خزنة معلم كبير ويعتبر عدوه في السوق، واسمه المعلم عيسى، واللي قام بدوره باسم سمرة. لكن قبل ما اتكلم عن العملية فخلونا نتكلم في احداث الحلقتين ورأيي فيهم قبل اي شيء. الحلقتين حلوين يا جماعة، والمسلسل تصويره وموسيقته حلوين جدا، واخراجه برضه حلو. بس في احيان حسيت انه اوفر في استخدام المخرج لادواته. حسيته بيحاول يفرض عضلاته علينا كده، زي مشهد زينة في الحلقة الأولى وهي بتقطع الخضار في المطبخ. إنك تطلعه لي بالشكل ده فأنت حاولته الإعلان من حلاوته، فأعتقد إن دي حلاوة زيادة يا أحمد بيه، فما تأفورش الله يكرمك. لكن بصراحة الشغل حلو. في مخرجين تانيين أو عاملين نفسهم بقى مخرجين، كل اللي عندهم شوية ألوان على كادرين وكده جبرت، فتمام. خصوصا إن اللعب المخرج ده خلاني أشوف كادرات حلوة جدا، سواء للإسكندرية أو للبيوت اللي فيه. وبرضه في عيب ضايقني في اول حلقتين، واللي كان كتر استخدام الاغاني. انا سمعت في الحلقه الاولى بس حوالي 4 اغاني، كتير يا عمنا. مع العلم ان اغنيه العتاوله اتحطت حلو في مكانها وكانت لذيذه جدا. ومن الحاجات اللي كانت بتضحكني في المسلسل هي علاقه خضر ونصار بامهم. اي نعم هي علاقه واطيه وعيل عاوزها ضرب النار، لكن ادائهم والكيمياء بينهم كانت حلوه. عموما المسلسل موده حلو يا جماعه، ودي شطاره مخرج بالتاكيد. لكن بتنتهي الحلقة الأولى وتبدأ الحلقة التانية ببداية الشك بين الأخ وأخوه، من ساعة آخر عملية عملوها في بيت عيسى. خضر بقى شاكك في نصار، وفعلا احنا بناخدش وقت وبنعرف إن نصار لما فتح الخزنة سرق اللي فيها، لكن ما اداش كل اللي فيها لأخوه عشان يديه للدخاخني. خبى حتة آثار حتى عن أخوه، وده هيخلي أمه تشك فيه لما يكلمها عن البنت اللي شافها وقت العملية واللي كانت زينة. وبنشوف ازاي امه بلغت خضر انه لازم ياخد باله من نصار، لان زي ما قالت الضربه ما بتجيش الا من القريب. الله الله، ايه ده يا وليه؟ ده انتم امهم. ايه تسارع الاحداث ده؟ محسسين انكم بتلحقوا حاجه فايتاكم ليه يا جماعه؟ عموما فالمسلسل بيتحول فعلا في الحلقه التانية. ام نصار وخضر فقلبت على نصار وبتحذر خضر منه. عيسى ومتاكد ان اللي سرق اكيد نصار، لانه الوحيد اللي يقدر يفتح الخزنه اللي كانت عنده. الدخاخني واللي هدد خضر بان كل الحاجه اللي كانت في الخزنه لو ما جتلوش هيقلب عليه وعلى اخوه. الاحداث بتتصاعد جدا، وهنا بنشوف مشهد جامد اخراجيا بين نصار وخضر وعيسى عند القلعه. مشهد كان فعلا جميل، وخاصه نهايته لما كل واحد اتحرك لمكان، وكأن المخرج بدون كلمه واحده بيقول لك ان كل واحد بقى في طريق. حتى الاخوات نصار وخضر لو انت لسه شايفهم مع بعض، بس هما من جواهم بقى كل واحد في حته. ومشهد نهايه الحلقه التانية برضه لما الدخاخني بعت رجالته لفرح اخت العتاوله عشان يقلبوا عليه وطيه، فبيتلخم العتاوله في الخناقه مع رجاله الدخاخني. لكن بيقدر مجموعه تانية من رجاله الدخاخني ان هم يخطفوا اختهم العروسه وجوزها عاطف، واللي قام بدوره مصطفى ابو سريع. حته الكوميديا بتاعت المسلسل الواد ده. وهنا فبتنتهي الحلقه التانية كمان للمسلسل، وبتبدا الحلقه التالتة. وهتبدا بايه؟ اكيد بمحاوله العتاوله ان هم يجيبوا اختهم اللي اتخطفت من رجاله الدخاخني. الاداء التمثيلي بقى في الحلقه التالتة دي ما كانش قوي. احمد السقا من اول ما قرر انه يجيب اخته لحد ما رجعها كان اداؤه مش حلو خالص، مفتعل في كلامه وحركاته بشكل كبير. حتى رجاله الدخاخني كانوا على نفس القدر من الاوفر. الافضل كاداء للحلقه دي كان طارق لطفي وباسم سمره، لكن حتى الدخاخني واللي قام بدور محمد نجاتي من اول مشهد ليه في الحلقه الاولى اصلا وهو مش لايق على الدور. ومش دي ابدا الشخصيه اللي يخاف منها العتاوله، مهزوز جدا وخايف في نفسه كده. وكان حلو عليه اللي اتعمل فيه في المسلسل من خضر ونصار.
اما باقي الحلقه فكانت احداثها هاديه. نصار بقى بيدور على حنه، خضر بيراقب نصار عشان يعرف مكان البت اللي ممكن يكون اخوه خبى معاه الحاجه اللي بيدور عليها الدخاخني، وعيسى بيبلطج على واحد في الاوتيل بتاعه. احداث ملاش لازمه قوي، هي احداث موجوده عشان نملى بيها وقت. لكن في نهايه الحلقه وزي ما المخرج عودنا بقى، الحلقه بتقفل بحدث مهم. والحدث المره دي كان دخول خضر على بيت حنه، دخله غشيمه شكله كده هيعلقها في الحلقه الجايه. الحلقه الثالثه تعتبر اهدى من الحلقتين الاولى والثانيه، لكن يظل المسلسل حلو، وحضور طارق لطفي بجد جميل وبيشد الواحد. وفي انتظار بقى تفجر الاحداث سواء بين نصار وخضر او بين العتاوله وعيسى وكمان الدخاخني في الحلقات الجايه. ونيجي بقى للمسلسل الكوميدي اشغال شقه. انا شفت اول 4 حلقات من مسلسل اشغال شقه، واللي بيحكي عن 2 متجوزين ولكن بيواجهوا مشكله انهم خلفوا توأم، وده هيتطلب منهم جهد غير طبيعي، فبيضطروا يستعينوا بشغاله. لكن مع كل شغاله جديده بتحصل الكثير من المواقف الكوميديه اللي قايم عليها اساس المسلسل ده. مسلسل اشغال شقه في اول 4 حلقات ليه مسلسل جميل وسلس جدا، كتابه حقيقي محترمه من خالد وشيرين دياب، تسلسل الاحداث جميل، وكوميديا الموقف طاغيه على الاحداث بشكل سلس جدا، كوميدي كده. اداء هشام ماجد واسماء جلال حلو، وان كانت اسماء جلال ما بداتش احس انها كويسه في الدور بتاعها الا مع الحلقه الثالثه. المخرج خالد دياب بجد جامد جدا، ومش جديد عليه تظبيط المشاهد وحركه الكاميرا وانه يخلي ايقاع المسلسل حلو فعلا كده. الاهتمام بكل تفاصيل العمل باينه، وده شيء مهم. زي بطن اسماء جلال بعد الولاده، ما جابهالكش كده بقى فلات وتمام وخلاص، لا جابها لك لسه منفوخه. عموما مفيش ملل ولا حشو بجد في 4 حلقات جميله جدا، واتوقع ان باقي الحلقات هتكون اجمل كمان. المسلسل بشكل عام مش كوميدي صرف، لا هو كوميدي اجتماعي لايت، لان شخصياته مكتوبه بشكل حقيقي مخليك حاسس وانت بتتفرج ان الشخصيات دي عادي تقابلها على سلم العماره. في مشاهد مصممه خالد دياب ان هي تكون وان شوت، وفعلا معموله بشكل حلو قوي، رغم ان ده مش مطلوب في عمل كوميدي يعني، لكن ده مجهود واضح لمخرج شاطر. مصطفى غريب طالع كويس جدا بدوره في المسلسل ده، يمكن هو اكتر حد بيضحكني بتلقائيته، وبجد احنا كسبنا ممثل كوميدي شاطر، برافو بجد يا درش. كمان الاستاذه شيرين وسلوى محمد علي عاجبني جدا ان هم قايمين بدور الحموات اللي مغلبين ولادهم معاهم على افضل شكل. لكن اهم نقطه عجباني لغايه دلوقتي في المسلسل ده هي السيناريو يا جماعه. السيناريو متماسك، فمخلي المسلسل جميل بزياده على الكوميديا اللي فيه. فرشح لكم بقوه مسلسل اشغال شقه بعد 4 حلقات منه انكم تتابعوه. المسلسل دمه زي العسل. وبس كده، ده كان رايي ونقاشي معاكم في مسلسل العتاوله ومسلسل اشغال شقه. يا ترى ايه اللي عجبكم فيهم لحد دلوقتي؟ لايك وسبسكرايب يا جماعه عشان ده فعلا بيساعد اننا نكمل. وبس كده، سلام.